بالذكر وبتلاوة القرآن وبعمل الليالي التي فيها الطعام وفيها ذكر المولى تبارك وتعالى. ومنا من احتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسعة على الأبناء وبالتوسعة على الفقراء وعلى المساكين. ايا كان الاحتفال فهو جائز مشروع، ولكن الاحتفال الحقيقي بذكرى ميلاد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيعه كما أمرنا الله، وأن نعمل بما جاء به رسول الله حبا في الله وحبا في رسول الله ورغبة فيما عند الله. فهل طبق أحدنا قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا؟ هل طبق أحدنا قول ربه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ هل طبق أحدنا قول ربه عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة ربه، فمن أطاع الله فلا بد أن يطيع رسول الله، لأن طاعته من طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. شوف الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. من أطاع رسول الله وعمل بسنة رسول الله ولم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به دخل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عصاني فقد أبى. اللي هيعصي الرسول أبى، وجزاؤه جهنم وبئس المصير. أما من أطاع رسول الله فهو المرحوم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بل والله أعظم وأكبر وأفضل من ذلك أن من أطاع رسول الله كان مع رسول الله في أعلى عليين في الفردوس الأعلى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها جميعا. اسمع لقول ربك عز وجل من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. شوف نعمة وستكون مع الذين أنعم الله عليهم من خيار الخلق ومن أفاضل الخلق ومن أفضل الخلق عند رب الخلق سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله
وكفى بالله عليما. أتدرون ما سبب هذه الآية؟ وهنختم بها إن شاء الله عشان ما نطولش. أنا عارف أن أنتم مشتاقين لاستماع كتاب الله عز وجل ومشتاقون إلى سماع القرآن الكريم من مشايخنا الأفاضل. إيه سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية إن كان في راجل فقير مسكين اسمه ثوبان. ثوبان كان لا يحب فراق النبي، كان لا يطيق فراق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشتاق إلى رسول النبي، وكان يستوحش النبي صلى الله عليه وسلم وحشة شديدة. ففي يوم افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يوم آخر جاء ثوبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له حبيبنا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يتفقد أحوال أصحابه ويسأل عنهم وعن أحوالهم، قال يا ثوبان أين كنت؟ ما الذي غير لونك؟ وما الذي نحل جسمك؟ لونك اتغير ليه وجسمك ضعف ورفع ليه؟ فقال يا رسول الله إني أشتاق إليك وأستوحشك إذ لم ألقاك وأشعر بوحشة شديدة يا رسول الله، وأنا يا رسول الله إن دخلت الجنة فسأدخل أقل منك وفي منزلة دونك، يعني أقل منك يا رسول الله، وإن دخلت النار فلن أراك إلى الأبد. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزل جبريل ليطمئن أمثالي من المساكين وليطمئن أمثال ثوبان. نزل بقول الرحمن ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فيجب علينا جميعا أن نحب رسول الله وأن نطع رسول الله، هذا إذا أردنا الفوز والفلاح والنجاح والرباح والفتوح في الدنيا والآخرة. وإذا أردنا رحمة الله وجنة الله فعلينا بمحبة رسول الله وطاعته. أسأل ربي عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته وواسع مغفرته، اللهم آمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز يا ربنا عن إساءته، واجعله من أهل الجنة، وافسح له في قبره مد بصره، واغفر لنا وله وارحمه وارحمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.